حصدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد المعلم الأول الذي قال إنما بعثت معلما. طلاب وطالبات الشهادة السودانية، أسرنا الكريمة جدا، الآباء والأمهات، مرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. واليوم إن شاء الله حنتكلم عن الرياضيات المتخصصة في حصتنا الأخيرة من باب الدائرة. في الحصة الأخيرة من باب الدائرة الليلة إن شاء الله حنتكلم عن معادلة المماس وطول المماس، وده الباب عادة اللي بيختم الأسئلة بتاعة الدائرة، وقلنا واقعة في السؤال الرابع وبتاخد 15 درجة كاملة. يا ريت تركزوا معي في الدرسين ديل، حاحاول أبسط لك الفكرة ويهمني تماما الكيفية بتاعة شغلك عادة داخل الامتحان. طيب نمشي على سبورتنا ونقرأ العنوان بتاعنا اللي بيتكلم عن معادلة المماس للدائرة س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد ج يساوي 0 عند النقطة س واحد وص واحد. يا ريت نخلي بالنا في الرسمة، عندك دائرة والدائرة مركزها ميم، وضحنا انه من الصورة العامة مركز الدائرة هو النقطة سالب لام وسالب كاف. قدامك دي معادلة أو ده المماس. المماس عبارة عن مستقيم، يعني الدائرة يجيب معادلة المماس معناه دائرة يجيب معادلة المستقيم. كيف كنا في سنة تانية بنجيب معادلة المستقيم؟ بنجيب معادلة المستقيم لو يتوفر لي نقطة واقعة على المستقيم وميل، وأذكركم بنقول ص ناقص ص واحد يساوي م غوص س ناقص س واحد. يلا خلي بالك هنا أنا ما دار أركز في البرهان كتير، لكن بس أوضح لك فكرة عن البرهان. إنه أنا لو دار أجيب معادلة المستقيم ده واللي هو المماس المعني، داير ميل ونقطة، النقطة موجودة عندك لكن يلا ما عندك ميل، أمشي يستغل شرط التعامد. التعامد جاي من وين؟ درسنا في سنتين من نظرية بتقول الزاوية المحصورة بين مماس ونصف قطر الدائرة المار بنقطة التماس غايمة. إذا الزاوية دي غايمة معناه المماس ونصف القطر بيتعامدوا. هل بنقدر نجيب من نصف القطر؟ بلى. كيف؟ بفرق الصادات على فرق السينات. صاد واحد ناقص كاف تبقى صاد واحد زائد كاف على سين واحد زائد لام. إذا أنا جبت من نصف القطر وعايز من العمودي أكيد حشقلب مع تغيير الإشارة، لأنه شرط التعامد بيقول م واحد في م 2 يساوي سالب واحد. من الأول كان ألف على باء، من العمودي سالب باء على ألف. يلا أنا ما بيهمني الفكرة بتاعت الإثبات زي ما وضحتها، لكن تعال أوضح لك. يلا دخلت الامتحان وقال لك دارين معادلة المماس للدائرة. تابع معي. لو عايز طريقة بسيطة تحفظ بها القانون بتاع معادلة المماس للدائرة، تكتب أولا الصورة العامة اللي هي س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد ج يساوي 0. اتأكد لي بس انك حافظ الصورة العامة. انا اديك طريقة يسيرة جدا ان شاء الله تحفظ بها القانون بتاع معادلة المماس. طيب امشي السين تربيع دي حولها لسين في سين، سين تربيع سين في سين، والصاد تربيع حولها لي لصاد في صاد. وماذا عن 2 لام س؟ 2 لام س اصلها لام في 2 س، يعني اصلها لام في 2 س. 2 س جايه من س زائد س، س زائد س 2 س. بذات الطريقه 2 كاف صاد هي كاف في 2 صاد. 2 صاد عباره عن صاد زائد صاد زائد ج بتساوي 0. اي س وصاد واقع نمره 2 خدت لي تحت طوالي واحد 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 واحد. شوف حصلت على صوره بتقول شنو؟ دي طريقه يسيره، انت ممكن تكون هسه كده تذكرت القانون. س في س واحد زائد صاد في صاد واحد
زائد لام غوص س زائد س واحد زائد كاف غوص صاد زائد صاد واحد زائد ج بيساوي صفر. تاني كتير جدا في الامتحان خاصة امتحان السنة السابقة يطلب منك فقط كتابة القوانين. س واحد زائد صاد صاد واحد زائد لام غوص س زائد س واحد زائد كاف غوص صاد زائد صاد واحد زائد ج يساوي صفر. يا اخواننا الكلام تاني اكدوا لاهميته. داير تحفظ القانون بتاع معادلة المماس للدايرة عند نقطة معلومة، اكتب الصورة العامة قدامك. حول السين تربيع لسين في سين والصاد تربيع لصاد في صاد. 2 لام سين اعمل لام في 2 سين، ال2 سين اكتبها سين زائد سين، وكذا 2 كاف صاد اكتبها كاف صاد زائد صاد زائد ج. اي سين وصاد واقع نمرة 2 خدت لها تحت واحد، يبقى صورتنا س واحد زائد صاد صاد واحد زائد لام غوص س زائد س واحد زائد كاف غوص صاد زائد صاد واحد زائد ج تساوي لنا صفر. اما كيفية السؤال داخل الامتحان، يلا خلي بالك معاي اوريك كيف السؤال يجيك داخل الامتحان، احل لك بالقانون واديك فكرة حتى مغايرة ممكن تستخدمها اذا غم عليك الحفظ بتاع القانون، بالرغم انه انا اديتك طريقة يسيرة لحفظ القانون. سؤالنا في الامتحان بيجي بيقول لي جد معادلة المماس للدايرة. تعال ناخذ اي دايرة، س تربيع مثلا صاد تربيع زائد 2 س زائد 2 صاد ناقص 23 يساوي صفر. عند النقطة 3 و4 2 و5 سالب 1 و7 2 و3. داير معادلة المماس للدايرة س تربيع زائد صاد تربيع زائد 2 س زائد 2 صاد ناقص 23 يساوي صفر عند النقطة. يلا انت طوالي حتسأل نفسك، شوف القانون داير يعطي محتيات س واحد صاد صاد واحد لام غوص س زائد س واحد كاف غوص صاد زائد صاد واحد زائد ج. يبقى انا عايز س واحد وداير صاد واحد وعايز لام وعايز كاف وعايز ج. طيب كيف نجيب س واحد؟ نجيب صاد واحد دايرين لام دايرين كاف دايرين ج. نمشي لمعادلة الدايرة عند النقطة 2 و3، دي النقطة معناها دي 2 و3. من معادلة الدايرة العايز يجيب لام ما عليه إلا يقسم معامل س على 2، يبقى لام بتساوي 1. 2 على 2. داير كاف أقسم معامل صاد على 2 يبقى كاف بتساوي 1. جيم الحد المطلق في معادلة الدايرة بسالب 23. يلا بعد ده اللي يخزلك حفظك للقانون طوالي حتمشي تنزل س واحد زائد صاد صاد واحد زائد ج غوص س زائد س واحد زائد كاف غوص، دي عندنا هنا لام، عندنا كاف صاد زائد صاد واحد زائد ج بتساوي صفر. طيب هل انا عندي س واحد وصاد واحد ولام وكاف وجيم؟ نعم. س واحد ب2، 2 س واحد تبقى 2 س. صاد واحد ب3، صاد في 3 3 صاد. قيمة لام 1 غوص س زائد س واحد اللي هي 2 كاف ب1 صاد زائد صاد واحد اللي هي 3 زائد ج اللي هي ناقص 23 يساوي صفر. أنا بالضبط كده أكون جبت معادلة المماس، لكن محتاج بس لحبة ترتيب أجي أجمع 2 س 1 في س بس تبقى 3 س، 3 صاد 1 في صاد بصاد 3 صاد زائد صاد 4 صاد، 1 في 2 ب2 1 في 3 ب3 2 زائد 3 5 5 ناقص 23 تدينا سالب 18. يبقى معادلة المماس هي عبارة عن 3 س زائد 4 صاد ناقص 18 يساوي صفر. ولاحظ عبارة عن معادلة مستقيم، لأنه زي ما وضحنا قبل
إنه معادلة المماس هي عبارة عن معادلة مستقيم. طيب أنا الجواب بتاعي خفت إنه يكون عندي خطأ في إشارة السالب، في جمع، في طرح. لو عايز تتأكد إنه إجابتك صحيحة نرجع يا ريت هنا للرسمة، أوضح لك حاجة مهمة، إنه النقطة بتاعة التماس، النقطة بتاعة التماس في الرسمة بتحقق معادلة المماس وبتحقق معادلة الدائرة. هذه النقطة س واحد وصاد واحد الدائرة بتمر بها وكذا المماس بيمر بها. داير اتأكد من الإجابة بتاعتي صحيحة. إذا مر مستقيم بنقطة فإنها تحقق معادلته. أمشي أشيل أي س وأعوضها ب2 وأي صاد أعوضها ب3. لو ما حققت لي صفرية المعادلة معناه في خطأ. طوالي حامشي أراجع نفسي. تعال نتأكد. بدل السين ناخد 2، 3 في 2 ب6، بدل الصاد 3، 4 في 3 ب12، 6 زائد 12 18، 18 ناقص 18 بصفر. إذا الإجابة إجابة صحيحة. طيب اسألني طالب يقول لي لو أنا القانون ده مثلا ما اشتغلت بيه، لقيت روحي ما حافظ القانون، نقول ما في مشكلة. لو عايز طريق آخر طوالي أديك طريقة سهلة ممكن تشتغل بها، بس حاستصحب معاك بعض المعلومات من سنة تانية. كيف؟ شوف السؤال، دارين معادلة الدائرة التي محطى في معادلتها، وعند النقطة 2 و3 دارين معادلة المماس. ده المماس عند النقطة 2 و3. خلاص دارين لنا ميل. نرجع لحصتنا يا اخواننا اللي قبل السابقة، وريتك كيف تقدر تجيب مركز الدائرة من المعادلة. أذكرك يلا هنا، مركز الدائرة من معادلتها هو النقطة سالب لام وسالب كاف يساوي سالب معامل س على 2، سالب 2 على 2 بسالب 1، وسالب معامل صاد على 2، سالب 2 على 2 بسالب 1. ده المركز. يلا تعال طوالي نمشي نجيب الميل بتاع نصف القطر بفرق الصادات على فرق السينات. 3 ناقص ناقص 1 4 على 2 ناقص ناقص 1 3. دي معادلة نصف القطر بفرق الصادات على فرق السينات. إذن معادلة المماس بشرط التعامد حتبقى لي سالب 3 على 4. جبتها من وين؟ شرط التعامد بيقول ميل الأول في ميل الثاني يساوي سالب 1. طالما ميل الأول 4 على 3 ميل العمودي حيكون سالب 3 على 4. يبقى كده أنا عندي ميل وعندي نقطة. المعادلة حتكون صاد ناقص صاد 1، الميل س ناقص س 1. صاد ناقص صاد 1 صاد ناقص 3 يساوي الميل، والميل سالب 3 على 4 س ناقص س 1 واللي هي 2. يا ريت نضرب في 4 عشان نتخلص من الكسر. تبقى 4 صاد ناقص 12. لما نضرب في 4 الأربعة بتضيع تبقى سالب 3. سالب 3 في س بسالب 3 س، سالب 3 في سالب 2 بموجب 6. يلا يا سالب 3 س لما تمشي الطرف الأيمن حتجينا ب 3 س، وقبلك يا 4 صاد. عندنا الستة هنا بالموجب، أرحلها للطرف الآخر بسالب 6. سالب 6 يا أخواننا تلاقي لنا سالب 12 بتدينا سالب 18 يساوي 0. هي ذات المعادلة اللي تحصلنا عليها في القانون. 3 س زائد 4 صاد ناقص 18 يساوي لنا 0. طيب يا ريت ناخد نموذج من واحد من الامتحانات الأخيرة، ونقوم يا ريت نمشي للمعادلة الخاصة. نقول دارين مثلا معادلة المماس للدائرة س تربيع زائد صاد تربيع يساوي 5 عند النقطة 2 1. ده المثال الثاني. تعال يلا أذكرك المعادلة الخاصة دي شنو. أولا أنت لو لاحظت لس تربيع زائد صاد تربيع ممكن نقول ناقص 5 نجعلها صفرية. عند النقطة دي س 1
ودي صاد واحد. طيب تعال نطلع س واحد، دايرين صاد واحد، دايرين لام، عايزين كاف، دايرين جيم. عند النقطة 2 1 س ب2 صاد ب1. شوف الدايرة دي لو بتتذكر دي دايرة مركزها صفر وصفر، ما عندي سالب معامل س على 2 صفر على 2، سالب معامل صاد على 2 صفر على 2، يبقى اللام بصفر والكاف بصفر. أما جيم سالب 5 بعد ما جعلت المعادلة صفرية. خلاص القانون بيقول س واحد زائد صاد واحد زائد لام غوص س زائد س واحد زائد كاف غوص صاد زائد صاد واحد زائد جيم يساوي صفر. س في س واحد، س في 2 ب2 س، صاد واحد، صاد في واحد بصاد، لام بصفر يبقى الغوص ده كله انتهى، وكاف بصفر، صفر في الغوص انتهى، وجيم سالب 5 يساوي صفر. يبقى معادلة المماس عبارة عن 2 س زائد صاد ناقص 5 يساوي صفر، عبارة عن معادلة مستقيم. يا ريت كلامنا اللي قلناه قبل. يلا يا س نمشي نعوضك ب2، يبقى 2 في 2 ب4، ويلا يا صاد ابقي لنا 1، 4 زائد 1 5، 5 ناقص 5 بيساوي لنا صفر. بس بالله تنبيه بسيط قبل ما امشي للدرس اللي بعده، احذر انه في الدايره لو في الامتحان اداني معامل س تربيع ومعامل ص تربيع حاجه غير الوحده، يعني قال لي مثلا 4 س تربيع و4 ص تربيع، ما امشي طوال اطبق القانون. اول حاجه اجعل المعادله المحطاه في الصوره العامه، بمعنى اخلي معامل س تربيع ومعامل ص تربيع الواحد الصحيح، يعني اقول بقسمه كل حدود المعادله على 4، حتى بعد ذاك استخلص من معادله الدايره القيم بتاعت لام وكاف وجيم. طيب دي معادله الممس، يعني معادله مستقيم. درسنا الثاني يلا اسمه طول المماس، ومن اقول لك طول المماس يلا هتفهم شنو. يلا طول المماس معناه أنا عندي كميه رقميه، طول المماس 3، طوله 7، طوله جذري 8، طوله 9. فتعال يلا للسبوره الثانيه مع بعض نشوف ماذا نعني بطول المماس للدائره. تابع معي يلا العنوان بتاعنا. العنوان بتاعنا بيقول طول المماس المرسوم للدائره س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد ج يساوي صفر من النقطة س واحد وصاد واحد خارجة. شوف النقطة ألف دي واقعة خارج الدائرة، طالما ألف س واحد وصاد واحد خارج الدائرة يبقى ده عبارة عن طول المماس. تعال نشوف كيف نقدر نجيب طول المماس بذات الطريقة. أنا هحفظك هذا القانون بطريقة يسيرة ومبسطة، لكن قبل كده تعال اديك فكرة عن إثبات القانون اللي أنت عادة هنا ما بتكون مسؤول عنه داخل الامتحان. طيب كلنا بنتذكر نظرية فيثاغورس، مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. في فيثاغورس لو ادوني أي ضلعين أنا بقدر أجيب الضلع الآخر. يعني مثلا الضلع ده كان 3 والضلع ده 4، داير الوتر بقول 9 زائد 16 25، تحت الجذر 5 الوتر بيساوي 5. لو اداني الوتر وحذف مني طول نصف القطر العمود ده، بربع الوتر ب 25، اربع الضلع الاخر المحطى اللي هو ب4 تربيع 16، 25 ناقص 16 9، جذري 9 بيساوي لنا الثلاثة. طيب الجاب فيثاغورس هنا شنو؟ يلا ديل 3 اضلاع، تعال نقول ده اسمه طول المماس، وده المعني عندنا يا اخوان، ده المعني عندنا. دارين نجيب طول المماس ده نحن طوله 7 10 100. طيب لو كان الضلع الوتر محطى والعمود ده محطى بالامكان انا اجيب طول المماس. طيب ده ما نصف القطر، ونصف القطر عندنا قانون يقول لام تربيع كاف تربيع ناقص جيم، ده نصف قطر الدايره قانون. شوف ألف س واحد صاد واحد والمركز سالب لام وسالب كاف،
بالبعد بين نقطتين أنا ممكن أجيب طول المستقيم ألف ميم. كيف بالبعد بين نقطتين؟ سنة تانية الجذر التربيعي لفرق السينات تربيع زايد فرق الصادات تربيع، يعني كأنما سين واحد ناقص ناقص زايد لام الكل تربيع زايد صاد واحد زايد كاف الكل تربيع. طيب يا أخي أنت عايز تجيب طول المماس، عايز تجيب طول المماس، حتقول الجذر التربيعي حتربع الوتر، حتربع الوتر. طيب كيف أنا أقدر أربع الوتر؟ لو أخذنا هنا الوتر نلاحظ له عندنا الكمية جوا الجذر دي، عادة أي كمية داخل الجذر لما أجي أربعها بنتهي من الجذر، بحصل على ما بداخل الجذر. يبقى لو عايز أربع الوتر ده بديني المربعين الكاملين داخل الجذر، سين واحد زائد لام الكل تربيع وصاد واحد زائد كاف الكل تربيع. يلا تعال نطبق فيثاغورس نربع الوتر. انتهينا من الجذر، مربع كامل زائد مربع كامل، لو فكيت المربع الكامل بديني مربع الأول 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني، مربع الكامل الثاني مربع الأول 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني. طيب ربعنا ده أجي أقول ناقص مربع نق، مربع نق برضو أنا بنتهي من الجذر، معناه حيكون ناقص الكمية داخل الجذر، معناه ناقص لام تربيع ناقص كاف تربيع زائد جيم، ناقص لام تربيع ناقص كاف تربيع زائد جيم. لو دققت معايا النظر حتلقى لام تربيع مشت مع سالب لام تربيع، وحتلقى كاف تربيع مشت مع سالب كاف تربيع. بقد عندك سين واحد تربيع زائد صاد واحد تربيع زائد 2 لام سين واحد زائد 2 كاف صاد واحد زائد جيم، الكلام ده كله داخل الجذر. يلا أنا ما داير أركز كثير في الإثبات، لكن وريتك القانون أصلا جاي من وين، لكن دايرك تحفظ معاي كالآتي. أنت دخلت الامتحان واجهك سؤال اسمه أوجد طول المماس للدائرة، يا ريت تتبع معايا الآتي. أمشي أحفظ القانون بهذه الطريقة اللي حقولها لك، أكتب الصورة العامة سين تربيع وصاد تربيع واثنين لام سين واثنين كاف صاد وزايد جيم بيساوي صفر. خلاص دي انت حافظة صورة عامة. كل الداير منك عشان تحفظ القانون شيل لي يساوي صفر دي برا، وامشي قول كده طول المماس يساوي الجذر التربيعي للصورة العامة دي. بس يا ريت اي سين وصاد خدت لها واحد تحت. شايف انت كده بسهولة جدا حفظت القانون، وهم ده الكلام اللي عندك ذاته عايم. سين واحد تربيع صاد واحد تربيع 2 لام سين واحد 2 كاف صاد واحد زايد جيم. يعني تكتب الصورة العامة قدامك، بعد ما كتبتها تلغي يساوي صفر، الطرف الأيسر يساوي صفر، ما عليك إلا تدخل الطول ده في جذر تربيعي. حتى القانون كان ممكن نكتبه تاني نربع الطرفين، أقول مربع طول المماس بيساوي سين واحد تربيع زائد صاد واحد تربيع زائد 2 لام سين واحد زائد 2 كاف صاد واحد زائد جيم. يبقى يا اخواننا تاني داير احفظ قانون اسمه طول المماس، اكتب الصورة العامة لمعادلة الدائرة قدامك، ادخلها جوا الجذر التربيعي خلاص. طيب سؤالي داخل الامتحان شكله بيجي بياتو صورة، خلي بالك لشكل السؤال. اول حاجة قالوا طول المماس ده، لو لاحظت حاجة مهمة جدا هنا هي موقع السؤال. طول المماس ده قلنا بيساوي جذري، طول المماس بيساوي جذري، طول المماس بيساوي جذري. الكمية جوا الجذر دي اللي هي طول المماس ممكن تكون كمية موجبة وممكن تجي كمية سالبة وممكن تجي هنا صفر. كل واحد من ديل عنده مدلول وعنده معنى في المماس للدائرة. طيب قال لو طول المماس جانا جذر عدد موجب، نحن يا اخواننا عندنا الجذر التربيعي لأي عدد موجب بينتمي لحاء عدد حقيقي، بينما الجذر التربيعي لأي عدد سالب لا ينتمي لحاء، ده طوالي كمية تخيلية زي ما بنعرف في الأعداد المركبة. يبقى طول المماس جاك جذر عدد موجب، ده معناها المماس حقيقي. حقيقي يعني شنو؟ حقيقي والنقطة
الاترسم منها واقعة خارج الدائرة. المماس ما بيكون حقيقي ومرئي للعيان إلا إذا كانت أصلا النقطة اللي اترسم منها واقعة خارج الدائرة. وماذا عن طول المماس لو كان جذر كمية سالبة؟ العكس طوالي، هنا المماس حيكون تخيلي. تخيلي يعني ما ممكن ترسمه إلا في خيالك. كيف ما أرسمه إلا في خيالي؟ ده معناه النقطة اللي اترسم منها واقعة داخل الدائرة. بالله يتخيل لو رجعنا للدائرة هنا إنه في نقطة واقعة جوا الدائرة، هو عايز ترسم منها مماس، ده إلا في خيالك. يعني ما ممكن أرسم مماس من نقطة واقعة داخل الدائرة. بعده ماذا لو طول المماس جانا صفر؟ شوف ألف دي، لو تخيلنا طول المماس ده قيمته 10، ألف جاتنا في المنتصف هنا طوله بقى 5، جات هنا طوله بقى 2، طوله بقى 1، بقى نص. لو ألف وقعت على المحيط معناه طول المماس بيساوي صفر، والعكس لو طول المماس جانا مساويا صفرا فإن هذه النقطة تقع على محيط الدائرة. طول المماس جانا صفر، النقطة على محيط الدائرة. معناها القانون بتاع طول المماس ده أنا ممكن أحدد به الموقع بتاع النقطة من الدائرة. أي نقطة من الدائرة يا تقع داخلة يا خارجة يا على محيطة. ما هو المعيار؟ المعيار عبارة عن القانون اللي اسمه طول المماس. يعني لو دخلت الامتحان وجا قال لك يا أخي حدد موقع النقط ألف 2 و3 ب 4 و11 جيم سالب 1 و2 من الدائرة، نكتب أي معادلة دائرة، ولتكن س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 س زائد 2 ص ناقص 23 يساوي صفر. أنا اديتك 3 نقاط وقلت لك يا أخي اتخيل دي معادلة، دي دائرة. يا أخي ورينا هل في واحدة واقعة برا الدائرة؟ هل في واحدة داخل الدائرة؟ هل في واحدة على محيط الدائرة؟ ما هو المعيار؟ المعيار إننا نمشي نجيب طول المماس المرسوم من هذه النقاط إلى الدائرة. يلا تعال نغير السؤال معاي. أوجد طول المماس المرسوم من النقطة ألف 2 و3 للدائرة. جدا طيب، أنا أدخل ألف 2 و3، والله داير لي س 1 وداير ص 1 وعايز لام وعايز كاف وعايز جيم. 2 و3، النقطة 2 و3. يلا بذات الطريقة، يلا يا لام نقسمك يا معامل س على 2، لام ب1. يلا يا كاف نقسمك يا معامل ص على 2 ب1، جيم الحد الأخير أو المطلق. داير يلا اكتب القانون ولا أتذكره ولا أحفظه. يلا الصورة العامة س تربيع ص تربيع 2 لام س 2 كاف ص زائد جيم يساوي صفر. أمشي يا يساوي صفر برا، يبقى طول المماس بيساوي الجذر التربيعي، أي س وص أخدت لها الواحد يساوي الجذر التربيعي. س 1 تربيع 4، ص 1 تربيع 9، 2 لام ب1 في س 2، 2 كاف ب1 في ص بتساوي 3، جيم سالب 23 يساوي الجذر التربيعي 4 و9 13، 13 زائد 4 17، 17 زائد 6 23 ناقص 23 بصفر. إذن النقطة ألف تقع على محيط الدائرة لأنه طول المماس جانا صفر. يلا تعال بذات الطريقة، يلا ندخل به ولا نمسح. خش يا باء عشان نحدد موقعك. انت 4 و11، يبقى س 1 4، ص 1 11، بقية القيم كما هي طوالي ما علينا إلا نمشي نطبق القانون ونشوف الإجابة. س 1 تربيع 16، ص 1 تربيع 121، 11 في 11، 2 لام في س 2 لام ب1 وس 4، 2
كاف ب1 صاد ب11 جيم سالب 23 16 زائد 121 37 100 زائد ال8 تدينا 145 22 ناقص 23 بسالب 1 145 وسالب 1 144 ده طول 12 كمية داخل الجزر موجبة هذا المماس حقيقي. إذا النقطة ب اللي يترسم منها المماس واقعة خارج الدائرة. سريع جدا يلا خش يا جيم، وانت يا جيم إحداثيك سالب 1 وموجب 2 سالب 1 محلة السين وموجب 2. طبق طوال القانون نكسب الزمن ونمسح الكلام داخل الجزر ونشوف الإجابة. س1 تربيع ب1 ص1 تربيع 4 2 اللام 1 في س1 بسالب 1 2 في كاف 1 في 2 ناقص 23 1 و4 5 5 ناقص 2 3 3 زائد 4 7 7 ناقص 23 بسالب 16 سالب 16 ده كلام سالب تحت الجذر حتى كأنما دي 4 في التخيل. ده لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. يبقى طوالي جيم عبارة عن نقطة تقع داخل الدائرة. ده يا إخواننا الباب بتاع معادلة المماس وطول المماس حفظناه بطريقة مبسطة. إن شاء الله أكون سهلت لك المهمة. في حصتنا الجاية إن شاء الله حنمشي لباب جديد غالبا ما يكون الكسور الجزئية أو الأعداد المركبة. إلى ألتقيكم في ذلك الحين. سلام عليكم ورحمة الله.